بيني وبينك كاين واحد الوقت في حياتي كنت نحس روحي فاضي. كنت نوض الصباح، القسطو ما كانش، الطاقة تحت الزيرو، ونحس بواحد الثقل فوق كتافي ما فهمتش منين راه جاي. كنت نخدم، نتعب، ندير مشاريع، بصح والو، كي شغل نطبل في الماء. كنت نقول روحي لا، المشكل راه فيا، انا اللي فنيان وبراكاسي، انا اللي ما عنديش الزهر. وصحابي، كانوا عندي صحاب، قعدات ضاحك، بصح مور كل قعدة كنت نرجع للدار حس روحي مستنزف كثر. كنت نحس باللي كاين شي تسريب تاع طاقة في حياتي، كيما تيو تاع ماء مثقوب، بصح ما عرفتش وين إكزاكت. حتى لواحد النهار قررت نلعبها شاطر ونعرف السبة منين، ونبدأ نراقب برك. وهاد المراقبة هي اللي بدلت لي حياتي 180 درجة. في هذا الفيديو غادي نحكي لك حكايتي، وغادي نعرفك على 4 أنواع تاع صحاب سلبيين كانوا في حياتي. بالك واحد منهم راه في حياتك انت دروك وانت ما على بالكش. كي غادي تكمل هذا الفيديو غادي تولي عندك عين تاع سكانير تكشف بها اللي ما يبغي لكش الخير على بعد كيلومترات. النوع الأول، الضحية الأبدية، الشكاي. كان عندي واحد صاحبي يسموه سليم. سليم هذا الدنيا كومبلي متفهمة عليه، الخدمة ماشي مليحة، والمدير حقار، الدار ضيقة والجيران ماشي مربيين، الطقس ماشي شباب الحال راه مغيم، والكونيكسيون تقيلة. كنت كيش معاه نحاول نضويلو طريقه، نعطيه حلول، نقترح عليه أفكار، نوقف معاه. كنت كي نهضر معاه ساعة نحس روحي أنا اللي خدمت 12 ساعة في منجم تاع فحم. هو ما كانش يحوس على حل، كان يحوس على بوبال نفسية يفرغ فيها الزبل تاعو. طاقتي كانت هي العشاء تاعو، يتغدى على طاقتي الإيجابية ويروح خفيف ويخليني أنا ثقيل ومهموم. حتى فهمت باللي سليم هو النوع الأول والخطير. الخلاصة والتعريف بالذكاء الاجتماعي. هذا الشخص يسموه مصاص الطاقة العاطفية أو emotional vampire. ذكاؤه عاطفي منخفض جدا لأنه يفتقر للوعي الذاتي والمسؤولية. هو لا يرى نفسه كسبب لمشاكله، بل كضحية للظروف والآخرين. والذكاء الاجتماعي في التعامل معه ماشي أنك تحلل له مشاكله، لأنها عمرها ما تكمل. الذكاء هو أنك تبني جدار نفسي بينك وبينه، تقلل مدة الكلام معاه وما تدخلش في الدراما تاعو. أنت ماشي مركز إعادة تأهيل. ننجو دروك للنوع الزوج. هذا واعر شوية، خاطرش يخدم خدمته بالضحك. نسموه كريم. كريم هذا هو صاحبك اللي ديما يقصر معك. تجي فرحان شريت تليفون جديد يقولك شباب بصح قديم شوية ماشي كيما نتاعي. تبدأ مشروع صغير يقولك قدام الناس انت باغي تولي بيل جيتس، شوفوا هاديك هي السم، هي الرصاصة اللي يغلفها لك بالشيكولة تاع الضحك. هو في الظاهر صاحبك ويضحك معك، بصح في الحقيقة راهو يهدم في ثقتك بنفسك قطعة بقطعة، وخصوصا قدام الناس باه يقلل من قيمتك. كنت ديما ندافع عليه، نقول لا غير يبغي يضحك، حتى فهمت باللي الضحك تاعه عنده هدف واحد، أني نبقى ديما أقل منه. الخلاصة والتعريف بالذكاء الاجتماعي. هذا الشخص يستخدم سلاح العدوانية السلبية أو passive aggression. هو جبان، ما عندوش الشجاعة باش يواجهك مباشرة ويقول لك أنا نغير منك ونحسدك، أو فكرتك لا تعجبني، فيستعمل المزاح كقناع. الذكاء العاطفي هنا هو أنك تفهم القصد الخافي وراء الكلمات، مش الكلمات نفسها. والرد الذكي هي المواجهة الهادئة. كي يقول لك نكتة جارحة حبس كل شيء، شوف فيه مباشرة وببرود، قل له ما فهمتش، وين راهي الضحكة في هاد الهضرة؟ هنا انت نزعت عليه القناع. إلا عاودها أعرف باللي هذا ورم سرطاني خبيث يجب التخلص منه فورا. النوع الثالث، كانت عندي نادية هي جوجل تاع أخبار الناس ومشاكلهم. تجي عندك وتقول لك أروح نحكي ليك،
شفت فلانة واش دارت وسمعت علان واش صراله. في البداية الفضول يخليك تسمع، بصح مور كل قعدة معاها كنت نحس روحي موسخ من الداخل. كنت نلقى روحي نشارك في هدرة على ناس غايبين، نحكم على مواقف ما عندي فيها حتى دخل. هي كانت تتغدى على الدراما، كي ما يكونش كاين مشكل هي تخلقه، تبني قيمتها الاجتماعية على حساب سمعة الآخرين. وفهمت الحاجة الخطيرة، اللي يجيب لك هدرة الناس غادي يدي هدرتك ليهم. الخلاصة والتعريف بالذكاء الاجتماعي. هذا الشخص يعاني من انعدام الأمان الداخلي. هو يبني علاقاته على أساس أنه نحن ضدهم. ذكاؤه الاجتماعي سطحي، لأنه يعتمد على جمع المعلومات واستخدامها كسلاح أو كعملة اجتماعية. بصح هذا الشيء يخليه شخص غير موثوق به على المدى الطويل. الذكاء العاطفي والاجتماعي هنا هو حماية نزاهتك. كي يبدأ يهدر على واحد، غير الموضوع بلطف. قل له الله يسهل عليه، خلينا في صوالحنا. شارك داير في مشروعك. انت بهذه الطريقة راك ترسل رسالة واضحة أنه أنا لست جزءا من هذه اللعبة القذرة. هو أو هي سيجدان شخصا آخرا يشاركهم فشلهم العاطفي. النوع الرابع الصاحب المصلحجي، المنافس الخفي. وهذا هو الواعر فيهم، لأنه يلبس قناع المحبة. نسموه ياسين. ياسين كان يبان هو أقرب واحد ليا، بصح مع الوقت بديت نلاحظ واحد النمط. يعيط لي غير كي يسحق كاش حاجة. خويا سلف لي ديك الحاجة، خويا عندك المعرفة الفلانية. كي ننجح في كاش بروجي يبارك لي ببرود، مبروك عليك، بصح عينيه يقولوا العكس. وكي نحكي له على كاش فكرة جديدة نسمع بها بعد سيمانة عند واحد آخر، ولا نلقاه هو بدأ يخدم عليها بطريقة ملتوية. ياسين ما كانش صاحبي، أنا كنت بالنسبة ليه مجرد مورد بشري، سلم يطلع به صوالحه. الخلاصة والتعريف بالذكاء الاجتماعي. هذه تسمى العلاقة النفعية أو transactional relationship. هي علاقة مبنية على الأخذ بدون عطاء. هذا الشخص يفتقر إلى التبادل العاطفي. هو يفهم مشاعرك على المستوى العقلي وينجم يقلدها، بصح ما يحسش بها حقيقة. نجاحك يديرونجيه ويحسه تهديدا له. الذكاء الاجتماعي هو أنك تكون واعي بنمط العلاقة. هل هي متوازنة؟ هل فيها أخذ وعطاء؟ والحل هنا أنك تبدأ تقول لا ما نقدش نعاونك اليوم. أبدأ في وضع حدود وخل كل واحد في بلاصته الحقيقية. الشخص الحقيقي سيبقى، والمصلحجي يمشي في حاله على خاطر ما صابش واش كان باغي منك، وهو البروفيتاج. كي بديت نطبق هاد الصوالح حياتي تبدلت. ما روحتش ندابز معاهم، بديت برك نجبد طاقتي بهدوء وبشوية. الشكاي وليت نقول له الله يكون في العون ونغير الموضوع. القناص وليت نواجهه ببرود. النمام وليت ما نسمع لهش، والمصلحشي وليت نقول له لا. العجيب في الأمر أنه هم اللي بعدوا بوحدهم، راحوا كيما الظلمة كي تشعل الضوء. طاقتي رجعت لي، القوسطو تاع الخدمة ولا لي، المشاريع اللي كانت حابسة بدات تتلونصا، والأهم تعرفت على ناس جدد، ناس صحاح وإيجابيين يبغوا لي الخير، ناس كي تنجح يفرحوا لك من قلبهم. الحكمة اللي بغيت نوصلها لك اليوم هي ماشي أنك تعادي الناس، لا، بل أنك تعطي نفسك كفاية باش تختار شكون اللي يستاهل يكون في حياتك. يقول لك قول لي صحابك شكون، نقول لك شكون انت. ميز في صحابك مليح واختار بذكاء. إلى هاد الحكاية مستك وحسيت بيها وعجبك الفيديو، طرطق ديك البطونة تاع اللايك باش نعرف. والسؤال تاع اليوم، شكون هو أخطر نوع في هادو النبعة حسب رأيك؟ وإذا تلاقيت بواحد منهم في حياتك احكي لي في لي كومنتير. وما تنساش دير اشتراك، سبسكرايب، وتفعل الجرس باش تكون معنا في الرحلة تاع الوعي. تهلاو في رواحكم وتهلاو في صحابكم الحقانيين. سلام.